شيخ في بلد بدون قوه ردع. طيب الشعب المصري. هاخد الاستاذ عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. استاذ عمرو اهلا بحضرتك. اهلا بالاستاذ وائل، ازيك؟ الحمد لله تمام. كان في انباء قيلت كده انه حدثت اعتداءات على حضرتك من خلال بعض المتظاهرين، هل ده حصل؟ لا يا سيدي، اعتداءات ما حصلتش. طيب. وسمعت ان انا اتعورت بمطوه في رجلي، ودي مساله. وقالوا ان في اصابات اسفل القدم. اصابات لا ما حصلتش الحقيقه يعني. طيب لم تحدث. فيما يتعلق بالكارثه، يعني البعض يحاول انه يختزل القضيه في قضيه تعصب رياضي ضد اهالي بورسعيد، واهالي بورسعيد يشعرون بالغضب الشديد من تحملهم جميعا المسؤوليه بهذا الشكل، وخرجوا في مظاهرات تحت شعار المؤامره دنيئه بورسعيد بريئه. هل تعتقد ان القضيه نختزلها في قضيه تعصب رياضي ام انها مؤامره؟ لا يا استاذ وائل، انا لا اعتقد ولا ارى ولا انصح ابدا باي خط يؤدي الى او يعتمد على اختزال القضيه دي في تعصب رياضي او حاجه من هذا النوع. ليه؟ اولا ده حادث خطير فعلا ومهول، انما سبقه احداث وصاحبته احداث اخرى من الخطف والحجز والسرقه والقتل وغيره. اذا هذا جزء من سلسله من الحوادث اللي بتعبر عن الانفلات الموجود في البلد. وما فيش كلام. انما مثل هذه الحادثه اللي حصلت امبارح فيها ترفع علامات استفهام كثيره جدا. معقول انه مباراه تنتهي ب 74 قتيل ومئات الجرحى والمدينه المضيفه ما هياش هي ناديها مش المهزوم. ما يمكنش يبقى تعصب. بالتالي ليست تعصبا، ولا يجب ان ندق اسافين مع اهالي بورسعيد لانهم يقولوا عانينا في السابق، فهل تريدون ان نعاني الان ايضا من التهميش والانعزال ده تشخيص خاطئ للوضع. طيب التشخيص الصحيح اننا نمر بمرحله فوضى وانفلات والاجهزه غير قادره على انها تواجه مثل هذا التيار الفظيع. هي مرحله فوضى وفوضى واضحه جدا. طيب البعض يقول انه الحل الوحيد العاجل الان هو اعاده هيكله جهاز الشرطه، لانه يحملون الامن المسؤوليه التامه والكامله. الامن كان مقصرا للغايه، لم يستطع ان يفصل عن عمد، يعني لانه واضح المشاهد تؤكد انه لم تكن هناك اي خطه امنيه للتعامل مع مباراه حساسه من هذا النوع. هل تعتقد انه الامن كان مقصرا ام متواطئا؟ قطعا هناك حاله تقصير قصوى. اما التواطؤ في ذاته، التواطؤ دي يتطلب تحقيق ويتطلب ان احنا يعني نستعجل في عرض نتائج التحقيق على الناس عشان يفهموا ايه اللي حصل بالظبط. اي جريمه من هذا النوع، اي حدث من هذا النوع، طالما انه مس بالامن، والامن هو اختصاص، الحفاظ على الامن هو اختصاص الشرطه، اذا هناك تقصير مفيش كلام. ثم يا اخي احنا في وضع متوتر جدا وخطير جدا ودقيق جدا امنيا وسياسيا. وهذه المباراه في حد ذاتها زي ما انت عارف وانا عارف كلنا عارفين مباراه حساسه قوي. بقى كان لابد انها تقوم في المرحله دي. ولما هي هتعملوها في المرحله دي، هل عندكم من الاخبار ومن يعني محاوله انك تمسك زمام الامن، انك انت تبقى عارف انه مثل هذه المباراه الحساسه اللي فيه اخبار بتقول انه هيحصل من المشجعين كذا وكذا، ثم ما تضعش قوات كافيه لمنع حدوث هذا. طيب طبعا يعني واضح الحقيقه في تقصير هنا طبعا بالتأكيد، لأنه يعني مباريات المصري تحديدا ومع الأهلي تحديدا يعني لابد أن تلفت الانتباه إلى أنها تحتاج حتى قوات إضافية، يعني ليست القوات العادية. طيب فيما يتعلق بالجانب السياسي أستاذ عمرو، البعض يطالب الآن
بأنه الحل هو التعجيل بانتخابات الرئاسة. يعني أنا وفقا للجدول الزمني، لكن أعمل تقليص للجدول الزمني، وأنه مصر تحتاج الآن إلى رئيس منتخب في ظل الحاجز النفسي بين ميدان التحرير والمجلس العسكري. الذي سيعيد الأمن كما يقولون هو التعجيل بانتخابات الرئاسة. هل تنادي بذلك؟ أنا أرى أنه هذا الاتفاق اللي تم بيننا جميعا بما فينا الحكومة والناس والحركات السياسية والبرلمان، أنه الانتخابات وتسليم السلطة سيتم في موعد غايته 30 يونيو. 30 يونيو أصبح موعد بعيد، والتبكير بانتخابات الرئاسة ممكن، لأنه حتى في إطار هذا الاتفاق أنه ده بيسمح بأنه تجري الانتخابات بدري. الآن هناك رغبة متصاعدة بين الناس بأنه هذه الانتخابات تجري بأسرع ما يمكن أو في أقرب وقت ممكن. احنا نقدر نفتح أبواب الترشيح بسرعة وندي فترة كافية وإنما مقلصة للدعاية، وبسرعة ننتخب الرئيس وتسلم إليه السلطة، تنتقل إليه السلطة. حتى ممكن حتى لو لم نكن قد انتهينا من إعداد الدستور. الدستور له مساره، واحنا كنا دايما بنقول حبذا لو انتهى الامر في الناحيتين، انتخب الرئيس واعتمد الدستور في نفس الوقت. في اقتراح بكده انه يتم الانتخابات اثناء وضع الدستور، يعني لاختزال الفتره الزمنيه. لاختزال الفتره الزمنيه، وهذا لا يصح ان يعوق ذاك. طيب استاذ عمرو موسى، الف شكر، المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه.